السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا الكاطو تاع المشوك. لهنا نبداو بسم الله. الكاطو تاع المشوك هنا فيه زوز بيضات، نحو الاصفر لهنا نحتاجو فيه الاصفر، والابيض نخلوه في الاخير نديروه. لهنا عندنا نص باكي تاع زبده، هاي لكم لهنا زبده تكون بحراره الغرفه. هاي لهنا الزبده تاع رطل، وعندنا نص كاس تاع سكر كلاصي، وعندنا نص كاس تاع كاوكاو مرحي. هنا كي نرحو الكاوكاو ما نرحوش ما نرقوهش ونصفوه الخشين، نديروه من بعد في الاخير، والرطب نلحوه في العجينه ونديرهم لهنا مغرف تاع هاوليكم هنا الكاوكاو، مغرف تاع خميره تاع الكاطو، ومغرفه فاني، ونديروا شويه تاع مبشور الليمون. لهنا تعطيكم البنات طعم ذوق ما شاء الله. ونجملو بالفرينه، نجملو هنا بالفرينه حتى تتلمد العجينه تاعنا، ما تكونش العجينه يابسه. نحاولوا ان تكون العجينه لهنا تاعنا رطيه. هاي لكم لهنا، ونديروها كوريات، نديروها لهنا كوريات. هاي لكم لهنا نديرو الكوريات هذا نديروها في البيض اللي كنا خليناه في الاول، ومن بعد نزيدو نديروه في الاحرش تاع الكاوكاو. هذا هو المشوك، هذه الكيفيه تاعو كيفاه. لهنا كل واحده واش تحب ترشق على الحبه تاع المشوك هذه، بلوزه ولا كاوكاوه ولا الديكور تاعها واش حابه ديرو. حابه تخليها كيما راهي ثاني هكذاك نورمال. هاي لكم لهنا رشقتها بكاوكاو عادي. لهنا بعد ما طيبناه على في الفرن على درجه 180 درجه، كي خرجناه نسقوه لهنا كل وحده بمغرف تاع الماكله هذيك تاع عسل، شهروها كل وحده مغرف شهرو كامل. ان شاء الله البنات ينال اعجابكم، ان شاء الله تجربوه تقولوا لي رايكم فيه. ما تنساوش المشاركه في القناه نتاعنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.